السلام عليكم. مرحبا بكم خاوتي خواتاتي، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. نشكر كل المشتركين اللي دخلوا عندنا جدد، ونقول لكم مرحبا بكم. بالطبع بالنسبه لخاوتي اصحاب القنوات نقول لكم راكم في داركم، راكم مع خدكم ان شاء الله. راني خفيفه ظريفه عليكم، ونشكر على الدعم نتاعكم. صلوا على رسول الله خاوتي قبل ما نبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنساوش خياتي الجام والبارطاج باش يوصلكم كل جديد. مرحبا بكم في قناتي. شوفوا البنات لهنا راه عندي جناح تاع الدجاج. هنا راه عندي طريقه راح نوريها لكم وان شاء الله تعجبكم. هنا بالطبع بعد ما نقيته وغسلته بالملح والخل كما راكم تشوفوا، نقيته مليح خليته يقطر من الماء. دوكا راح نوري لكم هذا النهراس. شوفوا راني حطاته، استناو ندور لكم الكاميرا. شوفوا راني حطاته، شوفوا الوصفه اللي درتها لكم في الفيديو اللي فات. هاني دركا على بالك كانت شويه ظلمه وما كنتش تشوفوا مليح. شوفوا هنا ان شاء الله راه يبان لكم كيفاه نقي ويبرق. هذا اللي اللي قلت لكم ما نستغناوش عنه. هذا اللي راح ندير فيه التتبيله تاع هذا الذرعين تاع الدجاجه. لهنايا واش درت هنا فصوص ثوم. واش نزيدو لهنايا سكنجبير. لهنا نزيدو فلفل الكحل، شويه تاع فلفل الكحل ما تكثروش بزاف، شويه تاع فلفل الكحل. ونزيدو لهنا تاع الشاورما تاع الدجاج. نديرو له شويه تاع ملح. لهنا دوكا نهرس هذا بالمهراس. دوكا نحكم الريسيبيون تاعي، نفرغ فيها هذا اللي هرستو. لهنا واش راح نزيد نكرفج الحبه تاع الطماطم. نزيدو لهنايا مغرف صغيره تاع طماطم. انا ما نكثرش طماطم تاع البار.
يا ولدي راهي القطه تطلع لي على التاقه، ما خلاتنيش نصور، مربيتها. شوفوا لهنايا واش نوريكم هذا الدواء احنا نقولوا له الدواء الاحمر، يعني فلفل حمار. ها وراه لهنا، هذا مرادي خدماته، مرادي تخدم فيه. هذا شريته من بلادي. زدت شريت ثاني دواء رقيق يعني القزبر، ها وراه لهنا ثاني نديرو شويه ثاني. هذا كيف مرادي خدماته، يعني ريحته تهبل. شوف الريحه تاعو يعني روعه. هذا دائما كنروح دائما نشري. مام هذا الفلفل الحمار الحلو انا ما نجيبش معايا الحار، خاطركش ولادي ما ياكلوش، مش متعودين على الماكله تاع يعني اللي فيها الحرور. هنا نزيد شويه تاع مطارد، سلا نجيب مغرفه واحده اخرى. هنايا المطارد كما راكم تشوفوا، الخردل ندير غير شويه ما نكثرش يعني بزاف. نديرو شويه تاع زيت، حوالي 2 مغارف تاع زيت. نخلطو مليح ونديرو له غير شويه تاع الماء، شويه ما نكثروش، شويه برك. ها شوف حوالي 2 مغارف تاعكم، يعني ماشي كاس ولا نص كاس. هنا بسم الله نبدا نتبل بالتتبيله هذه. هذا كامل ندخلو لهنا ونخليه حوالي 10 دقائق هو في هذه التتبيله. راني خايفه على الفيديو اللي يجيكم طويل. هنا كما قلت لكم نخليوه حوالي يعني 10 دقائق تكفي، يعني بما فيه الكفايه. شوفوا لهنا خواتاتي، راني نقيت حبيبات بطاطا. انا ما الطبخ تاعي ما نكلف حتى وحده، يعني راني نطيب بالموجود اللي عندكم طيبوا به. هنا حبيت نزيد حبيبات بطاطا كما راكم تشوفوا. كما تحبوا تقطعوها قطعوها، تحبوا دي رونديل، تحبوا بتيت كاري، تحبوا كما ما فين تقطعوها، كل واحد واش يحب. انا قطعتها عشوائيه، يعني ما عنديش لازم تكون دائريه ولا مكعبه ولا هنايا كما شفت. هنا بقى نحط هذا وهذا اللي بقى كامل نعاود نفرغو لهنا. بصح واش دركا نزيدو شويه تاع ماء.
لازم تزيدي داكشي البطاطا، ما عندكش البطاطا ومن بعد كيفاش لازم ديري شويه تاع ماء. البطاطا راني ما ملحتها، ما درت لها والو، خاطرش راه كلش في لاصوص يولي من بعد هذا كامل يحبط ليها. دوكا باش راح نزيد لها شويه هذا الفلفل، بصح هذا الفلفل ماهوش حار، يعني مجرد كش ما يعطينا بنه. راكم تعرفوا الفلفل هنايا راه ماهوش حار. هذا هو الطبق نتاعي، راح ندخلو الفرن ويطيب، ومن بعد لحظات نرجع لكم. شوفوا البنات اليدين تاع الدجاج راهم وجدوا. راني شعلت الكوشه من تحت هي الاولى، ومن بعد زدت لها طفيت من تحت، عاودت شعلتها من الفوق. على كل حال كل وحده راهي تعرف الكوشه تاعها كيفاه طيب. طاب ما شاء الله، طاب بنين، وقته جاني بنين، جاني طايب. هذه هي وصفتنا، وان شاء الله يا ربي الحنين تعجبكم الوصفه نتاعي. ما تنسونيش في اللايك والبارطاج من فضلكم، هذا ليس امر، يعني مانيش نأمر فيكم. واذا عجبتكم قناتي ماذا بيا ديروا لي الاشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.